الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. النظر إلى مفردات الاتحاد والصلح من خلال 3 أبعاد. البعد الأول هو بعد الإسلامي أو الإيماني الذي عبر عنه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو في آية ثانية: إنما المؤمنون أخوة، أو في آية ثالثة: رحماء بينهم. إيش قد جميل هذا الكلام إذا يترتب عليه أثر بالواقع. المفروض يكونون في حالة صلح، في حالة محبة، في حالة احترام. هذا البعد الأول. البعد الثاني بعد موحدي العالم، وقد أشار له القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. هذا أنا أكلم النصراني، أكلم أصحاب الكتب السماوية، ندعوهم بالنتيجة إلى الصلح والمحبة والاحترام. هذا البعد الثاني. البعد الثالث البعد المجتمع البشري الذي عبر عنه القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هاي يا أيها الناس على مستوى البشرية كلها، لتعارفوا في القرآن الكريم كما تقدم. الأبعاد الثلاثة أو الأقسام الثلاثة في الاتحاد والصلح في ثقافة القرآن الكريم لخصها أمير الموحدين لقوله لمالك: الناس إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخير. راح أدزك إلى مجتمع، هذا المجتمع إما أخ لك في الدين وهاي رعيتك، وإما نظير لك في الخير. كل واحد منهم له حقوق، هذا له حقوق أيضا هذا له حقوق، فاحترم حقوقهما. علي هو قائد الصلح والإصلاح والسلم والسلام والمحبة والاحترام. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، روحي لك الفداء. لا فرق الله بيننا وبينك لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.